اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اذهب بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني فيه فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في الليلة تمامه وكماله الصلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرتين والسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كان هي راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعوذون لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب غالك دذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة قال هي راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخف تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله وتعالى لي ندخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء الصلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة قال هي راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدي تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك
السلام يا أخي ويا وصي وخليفة وصاحب لواء قد زدت لك فدخل علي تحت المساء ثم أتيتون والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا وابغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وغرامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم وأذهب عنهم رجسا ويطهركم تطهيرا صلوات मिठाई लाई हो सलवात का सवाब बाबादे बदन सलवात فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سبحان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدفية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلقا يدور ولا عبر يجري ولا فلق يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة وما ولدهم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي تعظم لي نحبت أهل الأرض لأن يكون معهم سائل فقال الله نعم قد زلت لك فوت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض منهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين والله
إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القساوة فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القساوة من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بيصني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي الله ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله يحفظنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي يا علي والذي بأوصني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مغافل أهل الأرض وفي جميع من شيتنا ومحبين وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالبها وعودة إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعيدنا وكذلك شيتنا وسعيد في الدنيا والآخرة ورب العباد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام مجھے اللہ جیسے مومن بیمار ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام جس کو مالک ومن صبرن کے صحت کاملہ عطا فرمایا مجھے اللہ جیسے مومن بے اولاد ہیں بی بی رباب جس کو مالک ومن صبرن کے حیات ورہ بچہ عطا فرمایا مجھے اللہ جناب سید عزمت و عزت کے واسطہ تھی انہا بی بی یہ واسطہ تھی کہ چار کلا کا بیٹھی نہیں مجھے اللہ انہا سائن جو واسطہ تھی میں یہ چلو تطہیر کی آیت بیٹھی رہی بے حیات دخت تھی بیٹھا رہا مجھے اللہ انہا سائن جو بکھن جو واسطہ تھی انہا سائن جو بچڑن جو واسطہ تھی بی بی زینب بھی یتیم جو واسطہ تھی جیتا بھی دعا جا جے روئی بیاو حسین جا مکانی زہرہ سائن چار کلا کا بیٹھی رہی صرف ایکڑو بند دعا دے پڑھا شبیر یا بکاری مائیت چاہت تطہیر یا تو بچھو رہون بے حیات تخت دے بیٹھائے آل بے حیات چیل کر خبار تے تو فضار بجی کیڑی ملک آئے
مجھے سیر فرمائے دی سجیرو جنہیں بابے جدالو حضر میں کھڑنا انہیں جی دیا دربار میں آئیا کھڑ جی جے لکے جا مومنو بے حیاتے تو سند جو کوئی پتھر دلا تا تواجڑو تو بی بی زینب دی اما جڑے روڑوارو جی یا سند دنی تو سند جا پرلا پرلا کرے چھڑیا دھر اسی جا دو ظاہرہ تو مسئلہ تو بھول جی رہیا مجھے سیر انہیں پاسے رکھوہا بی بی روئی دی جن میرے پیو دا تخت سنبھال گرے تے قانون انہیں بدلا نہیں حق نہ پیارے انہیں ممبر میرے پاک گواہ جٹھلا نہیں بی بی روئی کی چوے ہو قتل حسین دیکھے دل نب دیا ہو میرے سامنے مہرا لا نہیں میرے پتر مٹھے میرے پتر مٹھے میں سہرے ساو میری بھی بالا بالا رلا نہیں مجھے اللہ انہیں سنائن سے دکھ جواز ستے جتنا بھی ازادار بیٹھا انہیں بھی دعاوں قبول فرمائے مجھے اللہ جن ازادارن مرحومین مجلس حسین جو بنیاد رکھو مجھے اللہ انہیں جے درجات میں بلندی عطا فرمائے چاچا امداد حسین چاچا غلام علی عدین علی جو جے کے بھی دعاوں مالک اور جو دعاوں قبول فرمائے انہیں جے خاندان کی آباد و شاد فرمائے اسنا جو بھا وہ شمشاد حسین جو دعاوں مالک پاکی پاک دربار میں قبول فرمائے کہنے اللہ وٹھی کی جا وٹھا مجھے اللہ جن جن بھی التماسی دعا جے جو جناب سیدہ جو صد کو انہیں جو دعاوں قبول فرمائے مجھے اللہ پاک سے یہ طرح جو صد کو مجھے بھی جن نیک دعاوں سیدہ جو صد کو مجھے بھی حاجت قبول فرمائے وقت جی امام علی ظہور میں تاجیل فرمائے تاکہ حق کی بات جو فیصلت اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرد